السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال مسعيدة، أبطال الصف الثالث الإعدادي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض المحافظة رقم 17، محافظة المنيا، صفحة 217 في كتاب الامتحان. أول سؤال بنقول: أمامك خريطة لدولة الهند، اكتب ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 بيقول لنا هنا خليج البنغال. 2 هضبة، وهنا هضبة الدكن. 3 البحر العربي. 4 هنا دولة باكستان. اتجه الإنسان بالفطرة نحو إشباع حاجاته من مأكل ومشرب ومأوى حتى وصل إلى الإنتاج الصناعي المتطور. في ضوء العبارة وضح أهمية النشاط الزراعي. 1 يمثل مصدرا رئيسيا لغذاء الإنسان. 2 ترتبط به تربية الحيوان. 3 مصدر مهم للمواد الخام اللازمة لبعض الصناعات مثل محاصيل الألياف اللي تدخل في صناعة المنسوجات، والمطاط يدخل في صناعة إطارات السيارات. 2 وضح أوجه الشبه بين الفحم والغاز. هنقول كل منهما يستخدم في إدارة المصانع. 2 كل منهما بيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية أو الطاقة الحرارية أو الكهرباء الحرارية. وكمان ممكن نقول إن هما الاتنين من مصادر الطاقة الحفرية والقابلة للنفاذ. 3 علاقة الصناعة بتقدم الدول. هنقول حيث أن الدول المتقدمة هي الدول التي تطورت فيها الصناعة تطورا مذهلا، والتي أخذت بالأساليب العلمية الحديثة وتطبيق الأبحاث والتجارب العلمية في الاختراع وتطوير وتحديث المنتجات بشكل مستمر. ما تشير إليه كل عبارة: يستخرج من عصارة الأشجار الاستوائية المطاط الطبيعي. جزيرة باليابان من أهم المراكز الصناعية في إقليم شرق آسيا، جزيرة هونشو. سهول تمتد بالولايات المتحدة في إقليم البحيرات العظمى شمالا حتى خليج المكسيك جنوبا. للناس اللي عندها دولة الولايات المتحدة دي السهول الوسطى. بما تفسر تحتل الصين المركز الأول في إنتاج الأسماك بسبب مصائدها على المحيط الهادي والأنهار والبحيرات. 2 مزارع تربية الأسماك. يعتبر البترول أهم مصادر الطاقة في العالم بسبب ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية، ويشكل مع الغاز نحو 55% من مصادر الطاقة المستخدمة في العالم. 3 قلة تركز السكان في دلتا نهر النيجر جنوب نيجيريا. هنقول بسبب وجود الغابات الكثيفة والظروف المناخية القاسية. انتشار صناعة الألمنيوم في الدول المتقدمة بسبب توافر المقومات اللازمة لصناعة الألمنيوم من طاقة كهربائية، خبرة فنية وعلمية متطورة، وسوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. اكتب كلمة صواب أو خطأ. 1 تعتبر مدينة لاجوس العاصمة القديمة وأكبر المدن وأكثرها تكدسا بالسكان في نيجيريا، صح. تعرف الزراعة الكثيفة بالزراعة التجارية والعلمية وتهدف للإنتاج الضخم، طبعا غلط، مش الزراعة الكثيفة، الزراعة الواسعة لو هيطلب مننا تصويب. ولاية ألاسكا عبارة عن مجموعة من الجزر وتقع وسط المحيط الهادي. للناس اللي عندها دولة الولايات المتحدة خطأ، وهنشيل ولاية ألاسكا ونحط هاواي. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ينتج ثلثي الإنتاج العالمي من القطن من قارة آسيا. تأتي مصر في مقدمة 5 دول عربية في توليد الكهرباء طبعا من الرياح. تنمو على السواحل الغربية والشرقية. للناس اللي عندها دولة الهند على السواحل الشرقية اللي هي جبال الغات الشرقية والغربية الغابات الموسمية. أكمل ما يأتي. بموجب دستور 1956 تم تشكيل مجلس الأمة اللي هو مجلس النواب. قدم وزير خارجية الولايات المتحدة مبادرة عرفت بمبادرة روجرز. عادت مين إلى السيادة المصرية بناء على التحكيم الدولي؟ يبقى طابة. أما لما يقولك سيناء يبقى بناء على المعاهدات السلمية. قامت مصر بإغلاق خليج العقبة.
ما النتائج المترتبة على حرب الاستنزاف بين عامي 1996 و 1970؟ 1. بناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس لمنع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية. 2. القصف المستمر بالمدفعية لخط بارليف على طول خط قناة السويس. 2. فقدان العدالة الاجتماعية خلال المرحلة السابقة لثورة 25 يناير. أدى ذلك إلى سوء الأوضاع الاجتماعية مما كان سببا في قيام ثورة 25 يناير 2011. إلى من تنسب الأعمال التاريخية الآتية: شارك مع العسكريين في وضع خطة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف سعد الدين الشاذلي. قام بتأسيس تنظيم الضباط الأحرار جمال عبد الناصر. عين أول رئيس لجمهورية مصر العربية كان محمد نجيب. أصدرت أول مجلة نسائية اللي هي الريحانة كانت جميلة حافظ. صوب ما تحته خط ارتكب اليهود في فلسطين بعد قرار للتقسيم مذبحة اللي هي مذبحة دير ياسين. حدثت الوحدة بين مصر وسوريا. دعا الرئيس الأمريكي كارتر في سبتمبر اجتماعات فين؟ في كامب ديفيد. العدوان الثلاثي على مصر، حرب شنها كانت فرنسا وإسرائيل وكمان بريطانيا. أيد بالأدلة: لعب سلاح البترول دورا هاما أثناء حرب أكتوبر 73. هنقول حيث أصدر وزراء النفط العربي قرارا في اجتماعهم بالكويت نص على خفض إنتاج البترول وحظر الصادرات النفطية للولايات المتحدة، خاصة بعد أن طلب الرئيس الأمريكي مساعدات عاجلة لإسرائيل. 2. انتصرت إرادة الشعب بدعم ومساندة الجيش في ثورة 30 يونيو. هنقول حيث تدخلت القوات المسلحة حفاظا على الأمن العام للدولة وأعلنت بيان نص على: 1. أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال، ودعت إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع. اللي هما النقطتين دول معانا إجابة السؤال. مصر دولة محورية هامة على المستوى العربي والأفريقي والعالمي وما يجري بها من أحداث. في ضوء ذلك أجب، وتقريبا معظم الأسئلة دي مش موجودة عندنا. هنقول أول سؤال: منظمة الأمم المتحدة محذوفة. دور مصر في تأسيس حركة عدم الانحياز، برضه هي موجودة في الدرس الأخير ومحذوفة، لكن مشتركة معانا في الدرس اللي كان ثورة 23 يوليو اللي هنقول حيث ساهمت مصر في تأسيس حركة عدم الانحياز، وكما شاركت في مؤتمر باندونج بإندونيسيا طبعا، لكن ليها كلام تاني موجود عندنا في الدرس الأخير، فهنعتبر برضو ان السؤال ده مش عندنا. وضح النهضة النسائية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 71 ل 81. 1. شغلت المرأة المناصب الوزارية حيث عين الرئيس السادات الدكتورة عائشة راتب وزيرة للشؤون الاجتماعية عام 71. 2. شاركت المرأة كمان في الحياة النيابية فشغلت الدكتورة آمال عثمان منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. 4. ما رأيك كيف يمكن تعميق العلاقات المصرية الأفريقية؟ وده برضو في الدرس الأخير وملغي من عندنا.